بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم التقت عدسة الكاميرا مع القبطان الكبير السعودي من أهل الشرقية بدر ضاوي. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله أخوي وبركاته. الأخ بدر ضاوي، نبغاك تعرفنا عن الأكاديمية السعودية هذه اللي درست فيها، وش تنصح الشباب السعودي والله فيها؟ حقيقة الأكاديمية البحرية الأمريكية تخرج ضابط أول وضابط ثاني اللي يمارسون عملهم في المواني وفي الشركات الملاحية، سواء كانت سفن ركاب أو سفن بضائع، وبنفس الوقت هم يخدمون بلدهم لما يتخرجون ويجون كل واحد إلى دولته يخدم وطنه في أحسن. المجال الملاحي هذا. طيب، ايش تنصح الشباب السعودي في هذه الأكاديمية؟ والله أنصحهم حقيقة بالتقدم للأكاديمية، بحيث أنهم إذا كان عندهم مجال حاملين شهادة الثانوية وعنده مجال الوقت الكافي إنه يدرس في الأكاديمية البحرية الأمريكية ويتخرج، ومن ثم يرجع إلى أرض الوطن، وإن شاء الله إنه يقدم ما يقدر من المساعدة للآخرين وخدمة الوطن، ويكون إن شاء الله من مثل ما يقولون الفاعلين في الوطن. الفاعلين في الوطن عامل. نشكر الأخ العزيز بدر ضاوي على تحت الفرصة لنا واستقبالنا بصدر رحب، ونتمنى من الشباب أن يحذون حذوة وخدمة الوطن المملكة العربية السعودية. وشكرا. نشكركم على حسن الاستماع، واستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائع. أخوكم ماجد المزيدي، في أمان الله. تحياتي. شكرا.